السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال اللي هو بتاع التباين يطلب منك التباين والانحراف المعياري. هيديك قيم 9 7 8 6 4 2. أول قانون بتكتبه س شرطة، ده اسمه إيه؟ المتوسط الحسابي. وأول حاجة هنجد المتوسط الحسابي، دي طبعا اسمه المتوسط الحسابي. كل الفكرة بنجمع القيم، يبقى 9 زائد 7 زائد 8 زائد 6 زائد 4 زائد 2 على عددهم، يبقى مجموع القيم على عددهم 1 2 3 4 5 6. طبعا بتجيب آلتك الحاسبة وتجمع، يعني تعمل شرط الكسر 9 زائد 7 زائد 8 زائد 6 زائد 4 زائد 2 على المجموع الكلي 6. يبقى أول حاجة طلعت الجواب 6. طبعا دي 36 على 6. رقم 2، عشان نجيب التباين بنكون جدول. أول جدول بنكتب قيم السراء، يعني هنكتب القيم بتاع السراء في الأول، هنعمل لها جدول ونحط القيم بتاعتنا كده. هنحفظ بس الشكل الرئيسي اللي هو س شرط س راء، س ناقص س شرطة، وس راء ناقص س شرطة لكل تربيع. هنكتب القيم اللي هي 9 7 8، يبقى آخد القيم دي هنحطها رأسي 6 4 2. طيب هنعمل عملية طرح، يبقى 9 طرح الوسط الحسابي اللي هو س شرطة بكام؟ 6. يبقى آخد أول قيمة هطرحها من الستة، الجواب 3. نفس الفكرة 7 ناقص 6 يبقى 1، 8 ناقص 6 يبقى الجواب 2، 6 ناقص 6 يبقى 0. يبقى الفكرة اللي أنا بطرح العدد الأول هطرح منه كام؟ 6 أهو، -2، و2 طرح 6 -4. أصبح أنا هربع القيم اللي طالعة معايا في الجواب، يعني مثلا هنربع 3 تربيع بكام؟ 9، لأن هنا بيقول لي أنا عايز س راء ناقص س شرطة لكل تربيع. طب 1 تربيع ب1، 2 تربيع 4، 0 تربيع ب0، -2 لكل تربيع لازم أن تكون موجب، يبقى 4، وهنا 16. لسه بس فاضل حاجة بسيطة، إحنا هنجمع القيم دي كلها. طيب هنجمع 9 و1 10، 10 و20 يبقى كله كام؟ 24. تمام، و10 يبقى 4 وكام؟ و30. فطبعا احنا بنجمع نجمع القيمة الرئيسية دي كلها 10 14، 14 و4 18 و16، 4 وكام؟ و30. بعد كده في قانون هنكون حافظينه اللي هو ايه؟ التباين. التباين هنكتبه اللي هو عين تربيع. القانون ده بيساوي ايه؟ مجموع. يبقى عين تربيع بيساوي مجموع. كلمة السمشن او المجموع اللي هو مجموع الجدول القيم اللي طلعت معانا. طب القيم اللي طلعت معانا كام؟ 34. يبقى هنكتب له 34 على نون عددهم هنعد 1 2 3 4 5 6. تمام، يبقى دي العين تربيع. طبعا هنكتب القيمة، لو جينا نكتبها على الآلة 34 على الستة هتطلع 17 على التلاتة. كده أنا جبت له أول مطلوب اللي هو التباين، يبقى أنا جبت التباين. ممكن نضغط اس دي نجيبها بالأرقام العشرية، تقريبا 5 و6 دائري. طب لسه القانون الأخير اللي هو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هيساوي جذر اللي هو العين بقى، يبقى ناخد جذر القيمة اللي طلعناها 17 على التلاتة، يبقى هكتب جذر 17 على التلاتة. نضغط اس دي طلع معانا كام؟ هنقول له تقريبا، يعني هي طالعة هنا بالآلة جذر 51 على التلاتة، ممكن نكتبها له جذر 51 على التلاتة أي تقريبا. يبقى الإجابة بالآلة اللي هي اس دي 2.38 جزء من 100. يبقى احنا كده جبنا الانحراف المعياري. يبقى الانحراف المعياري اللي هو عين والتباين. كده انتهينا من شرح المثال اللي هو ايه؟ التباين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.